السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول المدمس. حضروه بقى رمضان، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله، اللهم بارك. جميل وريحته وطعمه في منتهى الجمال، ما فيهوش ولا غلطة. هنعمله مع بعض خطوة بخطوة بكل سهولة. المكونات كلها موجودة عندك في البيت. وقبل ما نبدأ الطريقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. يلا بقى بينا على الطريقة، بسم الله. انا جبت نص كيلو فول من عند العطار او من عند السوبر ماركت او من فتح الله. وبنقع بقى النص كيلو كده في مية، واكون منقياه وبنقعه كده في لتر ونص مية، وبيته ليلة كاملة. في بولة تانية هضيف نص كوباية عدس اصفر ونص كوباية فول مدشوش. جربوا بقى الطريقه دي والله هتعجبكم جدا. وهقلبهم كده مع بعض، طبعا انا منقياهم وهنقعهم برده في الميه ليله كامله. وغيرت بقى الميه كده وغسلته ونقعته تاني. شايفين بقى الفوله نفشت ازاي؟ علشان نقعتهم ليله كامله. وبعد كده بقى هصفيهم من الميه، وشطفتهم وصفيتهم كده كويس. هجيب بقى دمست الفول الجميله دي وهفضي فيها بقى النص كيلو. عايزاكم بقى تمشوا على الخطوات بالظبط عشان يطلع معاكم الفول ناجح 100%. كده بقى الفول معايا جاهز في الدماسة. هضيف برضه عليها العدس الأصفر والفول المدشوش. واجيب بقى 3 طماطمات صغيرين كده واشيل القمع بتاعهم، واقطعها كده لأربع تربع بالشكل ده كده. حلو قوي ال3 طماطمات الصغيرين دولت على قد النص كيلو. هشيلهم برضه الفول لما يستوي هشيل الطماطم دي. بعد ما قطعت الطماطم هضيف معلقتين كبار عصير ليمون. كده معايا جاهز. هجيب بقى ميه مغليه بالكتل او في البراد تغليها وتغطي الطماطم والفول بالطريقه دي. هرفع بقى الدماسه كده على النار وتكون النار هاديه. واول ما يغلي الفول كده في الدماسه بشيل بقى الريم الابيض ده. ضروري بقى نشيله كويس جدا عشان طبعا مش مستحب يعني انه يبقى في الفول. واغطيه بقى كده واوطي النار. وبعد ما بيغلي كده والميه بتاعته تنقص اكون غاليه ميه في البراد، هضيفها مباشره كده على الفول واغطيه بقى تاني ويستوي كده. قعد معايا بالظبط كده 3 ساعات على نار هاديه. كده معايا الفول بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه ما شاء الله. جاهز بقى ولا مش جاهز؟ احلى من الجاهز بكتير. بعد ما استوى الفول بالجمال ده هشيل بقى الطماطم اللي انا حطاها في الفول. لو حابه بقى تعملي كيلو اعمليه بنفس الطريقه دي هتعجبك جدا، وطريقتها سهله وبسيطه والطعم في النهايه تحفه. في بوله بقى تانية هضيف كوبايه الا ربع ميه مغليه، وهضيف معلقتين كبار صلصه، وهضيف معلقه كبيره نشا. وهقلب المكونات دي كده لحد ما اندمجوا مع بعض بالطريقه دي. واول ما الفول ما استوى بالطريقه دي شايفين بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك. هضيف على طول النشا والصلصه والميه المغليه. دي بقى عمليه ربط للفول. بيتقل بقى معايا يغلي غلوتين وهطفي عليه. شايفين بقى الجمال ما شاء الله، جميل وريحته وطعمه احلى واحلى. ايه رايكم بقى في الفول الجميل ده؟ شايفين بقى الحلاوه والطعامه. جاهز بقى ولا مش جاهز؟ واحلى من الجاهز بكتير. شايفين بقى الجمال، الفوله مستويه ومهريه وعملناه في البيت بكل سهوله ومقادير بسيطه جدا وسهله واقتصاديه. حلو جدا بقى الفول دوت في سحور رمضان. اعمليه في بيتك اوفر وانضف كتير من الجاهز. شايفين بقى الجمال؟ شايفين لون الفول مكهرمان ازاي؟ ما شاء الله. فعلا اتمنى تجربوه بنفس الطريقه. يلا بقى نحضره طبق فول جميل كده. هنغرف بقى طبق فول كده ونرش عليه الملح والكمون وعصير ليمون وطبعا زيت. ممكن تحطي زيت زيتون. وهحط بقى طحينه انا عاملاها في القناه. وهقلب بقى الفول الجميل ده كده بالشوكه. يلا بقى ندوق الفول الجميل ده. اتفضلوا بقى معايا حبايبي. بامانه ما فيهوش ولا غلطه، طعمه في منتهى الجمال حقيقي، يستحق التجربه. مش هتندمي ابدا لو عملتيه بطريقتي دي. اتفضلوا بقى معايا حبايبي. جميل وطعمه احلى واحلى. ادي الفول بقى الجميل عملناه في البيت بكل سهوله. دي علب انا بجيبها من عند مستلزمات الورقيات، رخيصه مش غاليه. بفضي بقى الفول دوت كده على قد الاكله. وهدخله بقى الفريزر كده. وطبعا لما احوز الفول هطلع من الفريزر عادي. ممكن تحطي في اكياس نايلون. بعد ما يبرد الفول ده كده تفضيه في اكياس برضو حلو جدا في اكياس. ادي بقى كده خلصنا الفول. والعلبه دي انا بسيبها بقى في التلاجة من تحت. بطلع بقى الفطار او العشاء حسب الاحتياج عندك. كده بقى خلصنا الفول الجميل ده. ايه رايكم بقى في الحلاوه والجمال؟ ما شاء الله اللهم بارك. جميل وطعمه احلى واحلى. والعلب بقى دي طبعا انا بحطها في الفريزر كده بالشكل ده كده. شايفين بقى حبايبي النص كيلو فول عمل لي كميه كبيره ازاي؟ سهل بقى ولا مش سهل؟ وعملناه في البيت بكل سهوله وباقل التكاليف.
ولو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، واتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان نستفادوا من الفيديو. ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. وده الشكل النهائي لتدميس الفول، وبألف هنا عليكم يا حبايبي.